هتدوق وتقول لي رايك ايه. بص بقى انا ايه، ريحته مخليني مش صابر ان احنا نقعد وناكل، عايز ايه ادوق. ريحته جامده. ما بيجاملش على فكره، الحاجه لو وحشه بيقول وحشه، لو حلوه بيقول حلو. طعم ايه؟ جامد جامد. جامد. انا مش صابر ان احنا نقعد ناكل، انا عايز طب هتقول لهم ايه طيب؟ بجد الطريقه دي جامده جدا، جربوها. جربوا بقى الطريقه دي. واللي اول مره يخش على القناه بتاعتنا يخش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طب قول لهم مع السلامه، قول ايه عايزين نختم. اللي عايز بقى يحط شطه، اللي عايز عادي كاتشب اي ده عادي، حاجه عشان موجود. بس الحاجه. احنا عاملينه عادي عشان الحاجه. الطريقه دي جميله جدا وجربوها، هتعجبكم قوي والله العظيم. يلا باي. مع اللي السلامه. اول مره يشوف القناه بتاعتنا ينزل يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلوك كل جديد. مع السلامه. باي. يلا بينا بقى، تعالى اوريكم الطريقه الجامده ديت عشان تعملوها، وهقول لكم على طريقه نفس الطريقه دي كمان وتعملوها برضو بطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. ماشي. احنا كده معانا بتاع كيلو بصل، كيلو بصل كتير. معلش انا كنت مفكره والله التليفون بيصور اتاريه كان فاصل، فلما خدت بالي ركزت. تمام. انا جايبه كيلو بصل على نص كيلو بانيه. حلو الكلام كده، حلو الكلام. ما حطيتلهاش اي حاجه غير قرن فلفل. قطعته، فرمت البانيه مع البصل، وحطيت فلفل اسمر وكمون وخلطه خلطه الفراخ. خلطه فراخ من عند العطار، انا اقول له انا عايزه خلطه فراخ هيديكي، ما عندكيش كفايه الفلفل الاسمر والكمون. تمام كده. وحطيت معلقه خل. معلش انا بقول لكم انا حطيت المقادير وبحسب التليفون شغال. وفرمت ده كله، فرمت النص كيلو بانيه مع الكيلو البصل، ما حطيتش حاجه تاني خالص. لو انت بقى عايزه تعملي الطريقه ديت وما تبقاش مكلفه معاكي ومش مقدرتك تجيبي بانيه، حطي بصل وفلفل وحطي بيض. تمام. انا دلوقتي هقول لكم على المقادير اللي انا هحطها دي، انتوا حطوها كده بقى. انا فرمت البانيه مع البصل وقرن الفلفل، هنزل ببيضتين حلوين كبار كده. تمام. يعني هو كيلو البصل على نص كيلو بانيه، تنزلي عليهم ببيضتين 2. تمام. هتجيبي ب10 جنيه فيجيتار محوج. عايزه حار ماشي، عايزه عادي ماشي، بس انا جبت العادي ما جبتش الحار. تمام. ده عندي دجاج الاصفر ده دجاج سايب، خدت معلقتين خدت معلقتين بالظبط كبار عشان يديك طعم البرجر اللي هو بالفراخ. دي طريقه البرجر اللي بالفراخ والله جميله. في ناس بتحط لها برغل والكلام ده، لا انا عملتها طبيعيه جدا بالبصل وبس، ما عملتش حاجه تانية. عملت برجر وعملت كميه جميله جدا، كميه حلوه بجد. يعني بصي رميت لي كميه كتير وانتوا هتشوفوا معايا عشان ما تفتكروش ان انا بضحك عليكم كده. بس يا ريت اللي بيتفرج على الفيديوهات بتاعتي ما يجرهاش عشان يستفاد بكل حاجه. بصوا بقى كده حطيت دقيق بتاع 5 معالق، بس انا بحب احط بالبركه، بس لو انت عايزه تعملي بالمقادير 5 معالق. بصوا بقى انا كده دعكتها بايديا لحد اتدمجت مع بعض، عشان اللهم بارك الكبه عندي مش هتشيل الكميه دي. احمد بقى عمال يديكوا بوسه، وغرام كانت قاعده عايزه تساعدني. تمام. تنسوش بقى اللايكات بقى عشان العرايس والعرسان اللي قاعدين قدامي دول كده ومتشجعين. بصوا بقى ده كان فيجيتار ودقيق حطيتهم على بعض. معلش الكاميرا ما كانتش واضحه معايا عشان كنت قاعده على الطبليه. بص بقى باخد الحته كده، باخد حته على قد ما انا عايزه، وبجيب غطا بتاع صلصه كبير. عندك كبير عندك وسط ماشي. بص الحجم اللي انا عاملاه، الحجم ده جميل جدا على قد الكايزر لو انت هتعملي على فكره. والطريقه دي جميله جدا لو عملت لاولادك وهم في المدارس. كل سنه وانتم طيبين بقى، المدارس داخله هتعوزي تشكلي لهم. تمام. بص بقى الطريقه دي جميله جدا. طبعا هتقولي لي ما انت حاطه دقيق وحاطه فيجيتار في العجينه وانت بتعجنيها، تمام، بس انا عايزه لها غلاف من بره. لو انت مش عايزه غلاف براحتك، بس انا بحب اتبلها كده بالغلاف عشان انا هحطها في الفريزر قيمه ساعه ساعتين تمسك نفسها شويه. صح يا محمد؟ كان طعمها ايه؟ حلو.
طعمها جامده يا راجل. والله كنت ناوي عليا اكل الصينيه. شفتوا كان عايزه اكل الصينيه كلها. عملت حرفيا كميه كتيره جدا بامانه، من نص كيلو بانيه بس. واقول لكم بقى حطيت شويه في الفريزر عشان يقضي. شفتوا حطيت شويه في الفريزر اسمه فريزر. فريزر. انا فعلا عملت كميه وشلتها في الفريزر عشان لو احتجتها في وقت تاني. معلش يعني مش هتبقى راميه معايا. عشان يا بعضنا تجيب لنا. ما انا قليت عشان بدل ما تروحي السوق تجيب. شفتي. بس اللي هو قصده مش عارف يوضحه لكم. يعني انت اما تجيبي، حتى لو انت بتشتغلي مثلا ومش فاضيه اللي انت تعملي اكل في وقته، هاتي الطريقه دي واعمليها تمام. هتلاقي وشيلي في الفريزر. تيجي انت محتاجه اكل مش هياخد منك وقت. حتى لو هتاكلي بعيش وطبق سلطه وجنبك كاتشب او مايونيز، اي حاجه تغمزي بيها كده. انا بصراحه عملتها وعملت جنبيها شويه مكرونه وقعدنا اكلنا. والله العظيم كانت جميله جدا. بس كان فيها سنه حرقان. بس سنه حرقان يا راجل والله. عشان كنت فارمه معاها حته فلفل، مش حاطه لها شطه، بس حبيت اديها اللي هي ايه سنه الحرقان ده. دي كده عملوا لي 20 قطعه في الصينيه بنفس الحجم ده. حتى لو تلاحظوا في كيس في الصينيه اهو، كنت حاطه 10 تحت و10 فوق. ادي الكميه اللي انا عملتها تمام. هجيب بقى الاطباق الفيلم اللي عشان احش. ما كانش عندي اكياس والله وما عنديش فوم وكده. جبت شنطه نضيفه قصيتها، خليت حنين قطعتها لي اهي. هي نضيفه وقلت احطها في الطبق عشان اما ادخل الفريزر ما يجمدوش مع الطبق، زي غلافه كده مش اكتر. هعمل بقى ايه زي ما انا عايزه. لقيت الخليط فاض معايا كتير، رحت مفضياه على العجين، زودت معايا الكميه. طبعا الفيجيتار محوج وانا محيقه الحاجه بتاعتي، فكانت جميله جدا. بس محمد عمال يديكوا بوسه، واحمد كان قاعد بيرسم. احلى حاجه تعملي الحاجه حواليكي كده وعيالك قاعدين بيتنططوا كده وبيلعبوا معاكي وقاعدين متشجعين ان هم بيساعدوكي. بس هم مكانوش بيساعدوني، هم كانوا قاعدين بيلعبوا. ما انت كنت مش عايزانا ناخد كتير. ايوه عشان دي نعمه ربنا. بصي كنا هنمسك. بص بقى حطيت بص بيوريك عملها ازاي. بص بقى انا عملتها كده كوره. هعمل كميه عشان عندي حنين نفسها تاكل مكرونه سباكيتي بكور اللحمه، فانا هعملها لها سباكيتي بكور الفريخ. اهي بص بتشاور لكم. عملت في الطبق، شلت الطبق شال 15 واحده ماشي. يعني انا عملت 15 كوره كده كانوا زي العسل. وعملت صينيتين. هي صينيه قالت 20 حته كده. هو انت داخل تصدعني؟ بقول لهم ما هو انت مش عارف توضح، انا هوضح لهم. انا بوضح. انا عملت 20 قطعه قليتهم واتغدينا بيهم. اول ما خلصت كده بس حطيتهم في الفريزر قيمه ساعتين عشان خاطر ايه تجمد شويه. عادي انا ممكن اقليها على كده، بس لما تحطيها في الفريزر تلحق تتبل بالتوابل بتاعتها ويبقى لها طعم كمان احلى، تبقى اتدمجت مع التوابل كده. خدوا منه بقى البوسه الجامده دي. بديكوا بوسه حلوه. عملتها والله العظيم. ريحتها كانت قلبة ريحه البيت، وكانت طعمها جميل جدا. عمالي شوفوا بقى بكميه البوس ده كله. متنسوش بقى التعليقات واللايكات بقى. واللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا يخش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وما تنسوش اللايك عشان فيديوهاتنا توصل للدنيا كلها. عارفين انا بقليها وهم عمالين يقولوا يلا يا ماما احنا جعانين يا ماما. يا جدعان اصبروا، جعانين ايه؟ انا ملحقناش اصلا، بس ريحتها بجد جوعتهم. عايزه بقى تعملي نفس الطريقه كده ومش مقدرتك تجيبي بانيه، اعملي بصل وفلفل تمام، وهاتي بيضتين وهاتي دقيق وهاتي بقسماط او فيجيتار وحطي ده على قلب بعضه وعجنيه كده. بصوا بقى انا كده خلصت الكميه بتاعتنا. بصوا بقى الجمال. عملت 15 صباع كفته و15 دوريه وعملت 20 برجر. ايه رايكم بقى في الجمال؟ فين الدواية؟ بصوا جميله. فين الدواية دي؟ عملت كور كده. انا بقلي بقى اهو في الطاسه، بس هسيبها تسخن شويه. بص بس استنيت لما الزيت سخن، ما تحطيش والزيت بارد
لازم الزيت يسخن منك. حطي حته صغننه خالص تختبري بيها الزيت وهو بيسخن كده بقى اهو. ايه رايكم في الجمال؟ كده ماما كده. اهم شيء هاخد راي كريم عشان رايه بيعجبني جدا، ولو الحاجه مش حلوه هيقول لي مش حلوه، لو وحشه هيقول لي وحشه طبعا، مش هيجاملني. بيشكر في الحاجه، والله لو قدام مين والحاجه مش عاجباه يقول مش عاجباني. بس والله العظيم فعلا كانت جميله، وحطيت لها بيكنج باودر عشان محدش ينسى يا جماعه، انا حطيت لها كيس بيكنج باودر. بس بقى كده احمرت بسرعه. ما بتاخدش زيت. حنين بتقولي قولوا لهم ان هي ما خدتش مننا زيت. هي فعلا ما بتحرقش زيت اصلا، وما بتاخدش كميه زيت كتير اصلا. اللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا يخش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ويا جماعه اللي يخش على الفيديوهات بتاعتنا ما يجرهاش عشان يستفاد بالفيديو. عايزه تقول لهم حاجه؟ ايه كان ايه رايك؟ قولي لهم رايك. كانت حلوه الصراحه. مع السلامه. بقى تدوق وتقول لي رايك ايه. بصوا بقى انا ايه، ريحته مخليني مش صابر ان احنا نقعد وناكل. عايز ايه؟ ادوق. ريحته جامده. ما بيجاملش على فكره، الحاجه لو وحشه بيقول وحشه، لو حلوه بيقول حلو. طعم ايه؟ جامد جامد. انا مش صابر ان احنا نقعد ناكل. انا عايز طب هتقول لهم ايه طيب؟ بجد الطريقه دي جامده جدا، جربوها. جربوا بقى الطريقه دي، واللي اول مره يخش على القناه بتاعتنا يخش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طب قول لهم مع السلامه. قول ايه، عايزين نختم. اللي عايز بقى يحط شطه، اللي عايز عادي كاتشب اي حاجه موجود. بس الحاجه احنا عاملينه عادي عشان الحاجه. الطريقه دي جميله جدا وجربوها هتعجبكم قوي والله العظيم. يلا باي. مع السلامه. اللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا ينزل يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلوك كل جديد. مع السلامه. باي.